السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم حبايبي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم فيه عن أهم الباراجرافز المتوقعة بإذن الله لامتحان نصف العام، ده اللي نركز عليها كويس قوي. بالإضافة طبعا إن إحنا أكيد هنكون عارفين كل الباراجرافز اللي عندنا في الترم الأول، لكن نركز بزيادة شوية عن مجموعة الباراجرافز اللي أنا أقولها لكم في الفيديو ده. كمان هقول لكم على شويه نصايح بسيطه كده لو تبعتوها باذن الله تضمنوا الدرجه النهائيه في الباراجراف، فركزوا معايا كويس قوي. وعايزه اقول لكم ان في كام امتحان مهمين جدا على القناه، هسيب لكم الرابط بتاعتها في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك، ولو حابين تتابعوني اكتر ويوصل لكم كل جديد بينزل ان شاء الله اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بينزل على القناه. ويلا بينا نبتدي على طول. اول حاجه عشان تكتب باراجراف سليم وتاخد عليه الدرجه النهائيه لازم تتبع شويه خطوات كده. اول حاجه عشان الباراجراف بتاعك يكون منسق وشكله جميل، سيب مسافه كلمه كده في اول سطر وبعدين ابتدي الباراجراف بتاعك. ولازم تاخد بالك طبعا من بانكتويشن علامات الترقيم، تاخد بالك من تنس زمن الجمله تكون بشكل صحيحه، تاخد بالك من سبيلنج بتاع الكلمات، الكلمه تكون مكتوبه بشكل صحيح لان طبعا هنتحاسب عليها. كمان الجمل بتاعتك حاول تكون قصيره وبسيطه، ما تطولش قوي في الجمله علشان ما تغلطش. وكمان وانت بتكتب الباراجراف لازم يكون بادئ بجملة أساسية بتتكلم عن الفكرة الرئيسية للباراجراف. بعد كده الجمل اللي هتكون بعد كده بقى تكون بتشرح الجملة الرئيسية للباراجراف، اشرحها تفصيلي بقى في جمل بعد كده. وفي نهاية الباراجراف خالص هعمل خاتمة جملة بسيطة كده. وطبعا لازم الجمل بتاعتي تكون متضمنة في الموضوع نفسه، يعني ما تحاولش ان انت عشان تكتر جمل او تكتر كلمات تكتب اي جمل في اي مكان كده، لا غلط طبعا، لان المصحح هيقرأ الباراجراف بتاعك كلمة كلمة، يعني ما فيش جملة كده هتعدي من تحت ايديهم يعني، فما تحاولش تعمل ناصح عليهم. وكمان علشان ما نخبطش في ورقة الإجابة، حاول قبل ما تكتب الباراجراف بتاعك في الإجابة على طول اكتب الأفكار الرئيسية اللي جاتلك في كتابة الموضوع ده بقلم رصاص في هامش من الورقة كده، وبعدين رتب الأفكار بتاعتك بشكل منسق وجميل. وبعدين لما تخلص خالص نبقى نكتب الباراجراف بتاعنا في ورقة الإجابة بشكل صحيح. وقبل ما اقول لكم على اهم الباراجرافز المتوقعه، تعالوا اقول لكم كده على مقدمه وخاتمه نعرف نكتبها لاي موضوع. اي موضوع يجي لنا نقدر نكتب المقدمه دي في الاول، ونقدر نكتب الخاتمه اللي انا اقولها لكم دي في اي موضوع. فتعالوا كده شوفوا معايا. ممكن اقول ايه بقى؟ first of all يعني بداية كل شيء. I would like to say that I am pleased to write about، يعني انا اود ان اقول انا مبسوط او انا سعيد ان انا هكتب عن about، واكتب بقى اسم الموضوع او عنوان الموضوع اللي انا هكتبه، ماشي؟ وبعدين فول ستوب، وبعدين اكتب بقى بعدها جملة رئيسية بتخص الموضوع نفسه، يعني الفكرة الرئيسية للموضوع بتاعي. بعد كده بقى ابدا اشرح الفكره الرئيسيه دي بالتفصيل في باقي الجمل الموجوده عندي. وبعدين في النهايه خالص اكتب مثلا الخاتمه اللي انا اقول لكم عليها دي، هتقول finally يعني في النهايه I hope that انا بتمنى I have covered ان انا اكون غطيت all these main ideas كل الافكار الرئيسيه of the topic للموضوع. تاني هنقول finally I hope that I have covered all these main ideas of the topic. اقول لكم كمان مقدمة تانية لو انت مش عارف تحفظ المقدمة اللي فاتت، بس هي مقدمة واحدة بس اللي هنختارهم من الاتنين دول. ممكن تقول thanks for giving me this chance، يعني شكرا لإعطائي هذه الفرصة to write about this important topic، علشان اكتب عن الموضوع المهم ده، او this interesting topic عن الموضوع المهم او الشيق ده. I want to write about انا عايز اكتب عن، واكتب عنوان الموضوع بتاعي. يبقى نختار مقدمه واحده ما بين المقدمتين اللي انا قلت لكم عليها، هنكتب واحده بس، وبعدين هنكتب الموضوع، وبعدين هنكتب الخاتمه، وبس كده. تعالوا بقى بينا نعرف ايه اهم الموضوعات المتوقعه باذن الله. اول موضوع مهم جدا متوقع بشكل كبير عن ماي فيفورت سبورت ستار، يعني نجم الرياضي المفضل. ممكن مثلا تكتب عن محمد صلاح، فهو قال لي ماي فيفورت سبورت ستار يعني نجمك الرياضي المفضل، فممكن اجيب الجمله الرئيسيه للموضوع من العنوان واقول مثلا ماي فيفورت سبورت ستار از محمد صلاح، هو محمد صلاح. وابتدي بقى اقول محمد صلاح ايه، هو مصري، وابتدي اوصفه بقى شعره ايه، طوله ايه، وصفه كله، اخد جوائز ايه، لعب في ايه، كل الموضوع. وممكن في النهاية خالص تقول I like محمد صلاح. وده باراجراف عن محمد صلاح، ممكن تاخد منه افكار. وقفوا الفيديو ثواني واقرأوه مع نفسكم كده بالراحة وشوفوا ايه الافكار اللي انتم ممكن تاخدوها منه بالاضافة للي انتم عارفينه. تاني موضوع مهم جدا برضو عن my favorite sport، يعني رياضتك المفضلة، فممكن تكتب فيها ايه. ممكن تقول في الاول جمله برضو رئيسيه للموضوع my favorite sport، وتجيبها من العنوان my favorite sport مثلا is football. وبعدين تبتدي بقى تقول ان انت بتحب كره القدم كتير، بتلعبها فين، بتلعبها مع اصدقائك، بتلعبها ايام ايه الفريق المفضل ليك. اكتب بقى عن رياضتك المفضله زي ما انت عايز. او ممكن تكتب برضو زي ما هي قالت هنا في الاول هالو اي ام ندى، انا اسمي ندى. وبعدين قالت my favorite hobby is doing sport، يعني انا هوايتي المفضله هي لعب الرياضه. وقالت ان sports helps us to be healthy، الرياضه بتساعدنا عشان نكون اصحاء.
we should do sport every day. يعني احنا يجب ان احنا نلعب رياضة كل يوم. وبعدين بدأت تتكلم عن الرياضة المفضلة لديها وقالت my favorite sport is football. وبعدين كتبنا الموضوع كله. وممكن بقى تكتب في نهاية الباراجراف خالص مثلا تقول sport الرياضة is very important for us مهمة جدا لينا او for our health لصحتنا. وده برضه باراجراف عن my favorite sport، خد منه الافكار والجمل اللي انت تحبها بالاضافة للي انت عارفه. نشوف بقى الموضوع الثالث، موضوع مهم جدا برضه متوقع عن التكنولوجيا. ممكن تقول في الاول I love technology انا بحب التكنولوجيا. my favorite hobby is playing video games يعني هوايتي المفضلة هي اللعب العاب الفيديو. وتبتدي بقى تتكلم عن العاب الفيديو، انا بلعبها على لابتوب واحيانا بلعبها على موبايل فون. وده موضوع عن تكنولوجي، خد منه الافكار برضو اللي انت تحبها. وقف الفيديو ثواني اقرا براحتك، شوف منها الجمل اللي انت تحبها او اللي انت تعرف تكتبها. ويلا بينا نشوف الموضوع الرابع، موضوع مهم جدا برضو متوقع عن how to stay safe online يعني ازاي تبقى امنا اونلاين. موضوع سهل جدا وياريت فعلا يجيلكم. هتقول في الاول when you are online يعني عندما اكون اونلاين او عندما تكون اونلاين you need to follow some rules to stay safe يعني يجب ان انت تتبع بعض القواعد او بعض الاجراءات عشان تبقى امن. وتقول فيرست بقى وتبتدي تدي بعض النصايح keep your password secret ان انت تخلي الباسورد بتاعك سيكريت. وباقي الباراجراف اقراه براحتك وخد منه الافكار والجمل اللي انت تعرف تكتبها. خامس موضوع معانا لو قالك اكتب عن my favorite hobby يعني هوايتك المفضلة، ده بالظبط زيها زي my favorite sport يعني رياضتك المفضلة. ممكن تعملهم الاتنين في واحد وتقول مثلا my favorite hobby يعني هوايتي المفضلة is doing sports وكده انت بتتكلم عن سبورت. وبعدين برضه هتقول sport helps us يعني الرياضة بتساعدنا to be healthy ان احنا نكون صحيين. we should do sport every day يجب ان احنا نلعب رياضة كل يوم. وتبتدي بقى تقول my favorite sport is مثلا باسكتبول لو انت بتعرف تكتب عن باسكتبول او فوتبول زي ما احنا كتبناها في الباراجراف اللي فات. وبس كده اقرا الباراجراف براحتك وخد الافكار اللي انت تحبها. سادس موضوع معانا عن voluntary work يعني الأعمال التطوعية، برضو موضوع سهل وبسيط. ممكن تكتب جملة افتتاحية في الأول وتقول I like voluntary work يعني أنا بحب الأعمال التطوعية. وتبتدي بقى تقول الأعمال التطوعية ده زي إيه، زي مثلا I help in children hospital يعني أنا بساعد في مستشفى الأطفال. وتبتدي بقى تقول الحاجات اللي أنت بتعملها في مستشفى الأطفال دي. وده باراجراف عن voluntary work، خد منها الجمل اللي أنت تعرف تكتبها. الموضوع المتوقع اللي بعد كده my family عائلتي، موضوع سهل جدا جدا. طبعا هتكتب مثلا تعرف نفسك مثلا my name is احمد وتقول عندك كام سنه وتقول باباك بيشتغل ايه عنده كام سنه ومامتك اسمها ايه برضو عندها كام سنه، عندك اخوات ايه، جدك بيشتغل ايه عنده كام سنه، وكمان جدتك عندها كام سنه بتشتغل ايه. وبس كده ده الموضوع كله كامل، خدوا منه الافكار اللي انتوا حابينها. بعد كده تعمل باراجراف معانا عن ماي هوليداي او سمر هوليداي اجازتك او اجازتك الصيفيه. فممكن مثلا نختار عن زيارتنا لكايرو my visit to كايرو. فمثلا هتقول last summer holiday يعني اجازة الصيف اللي فاتت I visited كايرو انا زرت القاهرة. وتقول مثلا رحت مع عائلتي I went with my family in my father's car في عربية بابا. وتبتدي بقى تقول الاماكن اللي انت رحتها هناك وشفت ايه واخدت صور في ايه وقضيتوا اليوم في ايه واكلتم ايه، احكي زي ما انت عايز بقى. ادي الباراجراف عندك وبرده خد منه افكار لجمل كتير. بعد كده تاسع موضوع معانا لو قالك a trip you made يعني رحلة انت عملتها. فممكن برضو تكتب نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي اللي هو my visit to كايرو ويكون موضوع عن رحلة. او ممكن مثلا تكتب عن a trip to الازهر بارك عن رحلة للازهر بارك حديقة الازهر. برضو هنقول نفس الكلام I went with my family in father's car we had a picnic in ازهر بارك عملنا نزهة للازهر بارك لحديقة الازهر. وتبتدي بقى تقول انت شفت ايه هناك، لعبت مع مين. وعندك ده الباراجراف خد منه افكار لجمل كتير. الباراجراف العاشر كمان المهم جدا برضو من التوقعات a day on the beach. لو قالك اكتب عن a day on the beach يوم على الشاطئ فممكن برضو نقول last summer يعني الصيف اللي فات the weather was very hot الطقس كان حر جدا we decided to go to the beach in غردقة. ونبدأ بقى نتكلم عن شاطئ الغردقة ونبتدي بقى نتكلم عن الغردقة انها مدينة جميلة احنا عملنا فيها ايه، عملنا ساند كاسل، شفنا ايه وهكذا. عندك الباراجراف كامل برضو كله خد منه افكار لجمل كتير. وبس كده حبايبي، بتمنى لكم التوفيق جميعا، يا رب تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر ويوصلكم كل فيديو جديد بينزل على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.